عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل احلى وصفة رمضانية، وكل سنة وانتم طيبين. كل فيديو بنعمل وصفة احلى من التانية. رمضان معانا النهارده كنافة، عملتها بالشكل ده. جيت اقطع فيها كده، يا اما تضربيها شوية في الكبة بالشكل ده لغاية ما خليتها معايا، يعني مش خفيفة خالص، قطعتها خالص، لا ناعمة كده بدرجة بسيطة زي العسل. طيب معايا ايه تاني؟ معايا كوباية من السمنة، هبتدي اضيفها عليها كده واقول بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا كده على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله. حطيت كوباية السمنة واحط ربع كوباية شربات. هاخد الكوباية بتاعتي واحط فيها كده عير الشربات، بس كده زي العسل، ربع كوباية من الشربات. وهضيفها برضو على الكنافة بتاعتي بالشكل ده. يلا بقى، طب هتعملي ايه يا ندى؟ هعمل لكم وصفة رمضانية زي العسل، هحشيها بالكاسترد. عملتيه زي الكاسترد، حطيت كوبايتين لبن عليهم معلقتين نشا وشوية السكر على حسب انت بتحبي السكر فيه ايه. بس هبتدي يلا كده اعمل كده في الكنافة اهو لغاية ما تتشرب السمنة والشربات بتاعتي بالشكل ده، وكلها تبقى زي العسل. وبعد ما كده خليتها كلها يجي عليها سمنة والشربات بتاعنا، هبتدي كده حطيت الكيسة في الفنجان بتاع القهوة بتاعي، وابتدي احط فيها الكنافة واضغط. ليه؟ لو سبتها وما ضغطتش عليها هتتفرتك معايا، لا انا عايزاها تبقى ثابتة. فانا كده هحط فيها الكنافة وابتدي اضغط واضغط فيها بالشكل ده لغاية ما دي اخليها ليها قاعدة وجوانب بالشكل ده اهو. اهو شايفين ازاي خليت ليها يبقى قاعدة وجوانب بالشكل ده زي العسل. طيب هعمل ايه؟ هبتدي احط الحشوة بتاعت الكاسترد اهو. احط الحشوة بتاعت الكاسترد بتاعتي بالشكل ده، احط تاني اهو بالشكل ده، واحط بعد كده كنافة تاني فوقيها اهو كده. بعد كده اديها ضغطة برضو بالشكل ده كده اهو كده لغاية ما الاقيها بقت تمام معايا واتماسكت بالشكل ده اهو. يلا بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي بعد كده احطها كده على ايدي وابتدي اسحب المج بتاعي والكيس بالشكل ده، بقت معايا شكل زي العسل الكنافة بتاعتي. احطها في صينية طبعا مدهونة سمنة بالشكل ده زي العسل. شايفين؟ في حتة تاني خالص. اخلص الكمية كلها بتاعتي بالشكل ده، بجيب الفنجان بتاعي واروح احط فيه الكيسة واحط فيها الكنافة بتاعتي واعمل لها قاعدة وجوانب بالشكل ده. احط كده على الجوانب الكنافة بتاعتي اهو لغاية ما الاقيها تثبت معايا خالص بالشكل ده اهو. حاجة مسلية رمضان وانتي صايمة تخلصيها في دقايق كده وتتسلي في صيامك اهو. نقعد كده ونضغط نضغط 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 لغاية ما نلاقيها كده كلها ثبتت معايا وبقت ليها قاعدة وجوانب زي العسل اهو. احط كده اخر حتة في الحتة دي كده اهو زي العسل. يلا نحط كده الكاسترد اهو كده. طبعا طب انا ما عنديش يا ندى كاسترد، ممكن نضيف لها اي يعني حشوة تاني، مكسرات مثلا، جوز هند، زبيب، فول سوداني، يعني اي حاجة خالص تحطيها حشوة. عايزة تعمليها سادة عادي برضو هتبقى زي العسل. شايفين؟ بعد ما حطيت لها كده الكاسترد حطيت لها كده كنافة تاني من فوق اهو كده واديها ضغطة. يلا بقى نقلبها، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوا كده على محمد اهو بالشكل ده
بقت زي العسل. شايفين الارتفاع؟ في حتة تاني خالص. يلا نحطها على الصينية بتاعتنا، يلا بينا. شايفين الجمال؟ هخلص الكمية كلها بتاعتي بالشكل ده في الصواني المدهونة سمنة وارجع لكم. بعد ما خلصت الكمية كلها بتاعتي وعملت الصينيتين اللي زي العسل دول. يلا كده رمضان كريم علينا وعليكم. هفتح الفرن واخليها تسخن عشان ادخلهم على نار متوسطة. وحضرت معايا الشربات وحطيت كوبايتين سكر وكوباية مية وطبعا عصرة ليمونة وشوية فانيليا كده عشان تدي ريحة في حتة تاني خالص. شايفين الحلويات والتركات؟ يعني شوية كنافة إنما إيه في حتة تاني خالص. يلا بقى داخلهم الفرن وارجع لكم. طلعتهم من الفرن. شايفين الصينيتين في حتة تاني خالص. أنا عايزة كده أنقلهم في صينية واحدة عشان أبتدي أسقيهم بالشربات بتاعي، ما تبقاش كل صينية لوحدها. أهو شايفين إزاي كده علشان يبقوا كلهم جنب بعض بالشكل ده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اهو حط كده اخر واحدة جنبيهم بالشكل ده. اهو كده معايا في صينية واحدة. هبتدي يلا اسقيهم بالشربات. احط كده شربات فوق كل واحدة كده بالمعلقة واسقي. شايفين ازاي بالشربات كده واسقي 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 فيهم. اهو كده علشان كلهم يجي الشربات عليهم. وبالهنا والشفا يا احلى ويا اغلى متابعين. واسيبهم كده يتشربوا. وتعالوا نشوفوا واحدة ونبتدي كده ناخد واحدة ونروح على طبق التقديم ونشوف الأحوال كده. الله 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 على الجمال والحلويات والتركات. شايفين ازاي من جوه فيها الحشوة كده بتاعتها في حتة تاني خالص وطرية من جوه ومقرمشة من بره. بالهنا والشفا عليكم ويا أحلى ويا أغلى متابعين. وصوت القرمشة برضو سامعين. لو عجبتكم الوصفة بتاعتي تنسوش تعملوا لي أحلى لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبتكم الوصفة بتاعت النهاردة. السلام عليكم.